النهارده اقل ما يقال على مباراه انبي والزمالك انها علقه كرويه لنادي الزمالك. وكنت دايما بقول لواحد صاحبي زملكاوي بقول له ان الزمالك هيقع، وصدقني عزيزي الاهلاوي الزمالك مش ده اول ولا اخر مباراه هيقع فيها، الزمالك لسه هيقع تاني. صدقني الزمالك لسه هيقع. ليه؟ بمنتهى البساطه الفرق اللي كانت بتلعب الزمالك كانت بتلعبه على اساس ان هو ما كانش بينافس، وطبعا انت كنت عارف يعني الكلام اللي كان بيطلع يتقال. وطبعا احمد سليمان لما طلع فكان برنامج مع مش عارف ابراهيم فايق ولا مع مين، فكل الفرق كانت بتشوف ان الزمالك ما هوش منافس وان الزمالك بره المنافسه والكلام دوت. ولكن انت ابتداء من المباراه اللي فاتت والمباراه بتاعت النهارده بتاعت انبي، كل الفرق بتبص للزمالك على ان الزمالك بينافس على الدوري والزمالك هو دلوقتي متصدر الدوري، فبناء عليه بيعملوا لك 1000 حساب ويدرسوك كويس. وديك شفت النتيجه النهارده، انبي عمل مباراه عالميه، عمل مباراه مدرب. حمزه الجمل عمل جيم يعني ولا اروع من كده، حرفيا قفل على كل مفاتيح اللعب في الزمالك. انا ما شفتش بزيره، ما شفتش عبد الله السعيد، ما شفتش اي حد يعني زي ما انت شفت. يعني حمزه الجمل قدر باللعيبه اللي معاه انه يلبس الزمالك ضربتين جزاء، وفي ضربه جزاء ثالثه كمان مشكوك فيها ما اتحسبتش. مش عارف يعني انا لاعب في اخر مش عارف في الدقيقه كام، المهم ان في اخر المباراه يعني ضربه جزاء المفروض يعني يرجع للفار، ما رجعش للفار ولاعب المفروض الكره في حوزته، فليه هيقع اصلا ولا هيمثل؟ انا مش عارف. ده غير كمان الكره اللي المفروض انا مش عارف برضه يعني هل المخرج ما عندوش زاويه من خلالها يقدر يحدد الكوره عدت المرمى ولا ما عدتش؟ انا ما شفتش لحد دلوقتي الكوره بتثبت او اقدر من خلالها احكم على الكوره عدت ولا ما عدتش. ولكن في المجمل الزمالك النهارده بيقدم هديه للنادي الاهلي على طبق من فضه، ولكن بشروط ان اللاعبين بتوع النادي الاهلي، المعلمين بتوع الاهلي، الرباطيه بتاع النادي الاهلي، الناس اللي شايفين نفسهم ان هم خلاص بقوا اكبر من الكوره وان كل همهم وحياتهم دلوقتي في الكوره هي الفلوس، وشويه المعلمين اللي زعلانين علشان الخصومات اللي اتخصمت عليهم علشان خاطر هم ثالث الدوري وبفارق نقطتين بس عن الرابع، وبفارق كام نقطه بقى عن الزمالك؟ 3 نقط عن الزمالك وبيراميدز عن الصداره. فلما نيجي نتكلم على حظوظك في الدوري فحظوظك ما زالت موجوده، ولكن بشرط ان شويه المعلمين دول يحس على دمهم، شويه المعلمين دول يعرفوا قيمه التيشيرت اللي هم لابسينه. انت النهارده الزمالك بيقع فخلاص الفرق ما بينك وبينه بقى 3 نقط بس، 3 نقط دول انت كسبت الزمالك خلاص ما بقاش في فرق. تكسب بيراميدز، تكسب الماتشات بتاعتك خلاص، انت تكسب ماتشاتك، انت خلاص مش محتاج اي حاجه من حد، مش محتاج اي هدايا من حد. وانا بقول لك من دلوقتي الزمالك لسه هيقع وبيراميدز هيقع، ولكن المشكله فيك انت. انا ما بقاش عندي ثقه في شويه اللعيبه دول، ما بقاش عندي ثقه من الاخر. انت النهارده مش مستني حاجه اكتر من كده، يعني القدر بيعمل معاك واجب، ما فيش احسن من كده. ضربه جزاء في اخر المباراه لعبد الله السعيد اللي بالمناسبه هي ضربه جزاء صحيحه 100%، لا تدع يعني ما فيش اي مجال للتشكيك فيها، ولكن القدر بيلعب لعبته. فاهم؟ عبد المجيد اللي مش بيضيع ضربات جزاء بيضيع علشان الكره تبتسم لك وتقول لك ان انت لسه في المنافسه، لكن تخلوا عندكم دم، تلعبوا كوره، تلعبوا برجوله، تخافوا على التيشيرت. فكروا الاول ازاي تسعدوا الجماهير اللي مش بتاخد اي حاجه منكم قبل ما تفكروا ازاي تاخدوا فلوس وازاي تسهروا وازاي تفطروا وازاي تتسحروا وازاي تخرجوا وتتفسحوا وتعيشوا حياتكم. فكروا شويه في الجمهور اللي بيتحرق دمه كل مباراه، فكروا شويه في الجمهور اللي مباريات النادي الاهلي بقت بالنسبه له. ده بالنسبه لي الكلام على مباراه الزمالك وانبي. عندنا شويه تفاصيل هيتكلم فيهم على الاهلي اخر تمرين النهارده كان ليه في القاهره، اخر تمرين ليه، هيسافر بكره، هيبقى عنده تمرينتين، هيلعب المباراه يوم الاحد. بالمناسبه فريق الترجي 35,000 مشجع هيكونوا موجودين في المباراه، مشجعين متحفزين ضدك، لان انت اخر 3 مباريات ما بينك وبين الترجي انت قدرت انك انت تفوز في ال3 مباريات. فهم بيقولوا عندهم دلوقتي ان ما كنتش انت تكسب الاهلي في الظروف اللي هو فيها دلوقتي هتكسبه. هم دلوقتي شايفين ان انت دلوقتي ضعيف وان انت بالنسبه لهم سهل جدا ان هم يكسبوك وان هم سهل ان هم يلعبوا عليك ماتش كوره. فانا بتمنى من شويه اللعيبه اللي انا والله ما بقاش عندي فيهم ثقه لا انا ولا الجماهير ان هم يعني يحطوا الكلام ده في دماغهم. بتمنى ان تحصل معاهم قعدات ويفهموا المشاكل، ايه سبب اللي بيحصل، ايه سبب التراجع، ايه سبب كل اللي بيحصل ده. معانا بعد كده طروق اللي طبعا اجتمع بسيد عبد الحفيظ واجتمع بالاستاذ ياسين منصور، واجتمعوا وقعدوا يتكلموا في شويه حاجات، ومن ضمنها ان طروق قال لهم انا عارف ان انتوا بتفكروا تمشوني ولكن دي هتبقى غلطه في حق النادي، وانا بالنسبه لي مش خسران حاجه، ولكن انا عندي شويه حاجات عايز اتكلم فيهم. ومن ضمن الحاجات اللي اتكلم فيها ان كل الصفقات او اغلب قال ايه جت مش بموافقته. دي لو كان الكلام ده صح فالموضوع ده كارثه ويسال فيها طرق قبل اي حد. من منتهى البساطه انت اللي المفروض قائد الفريق، انت المدرب بتاع الفريق،
فما ينفعش انك انت تدخل عنصر انت ما انتش محتاجه، الا ولو كان العنصر ده زياده عن حد. انا ممكن اقبل ان فعلا يدخل لي عنصر او اتنين يكونوا زياده عن حد ما دام كل طلباتي بقت مجابه. قال لهم انتوا جبتوا لي كاموش بعد ما كنا بنتكلم مع دياباتي مع اكتر من مهاجم تاني قناصين كانوا يقدروا يحدثوا الفارق، كانوا يقدروا يخلصوا كل الفرص ويترجموا كل الفرص اللي الزملاء وهيعملوها، ولكن في الاخر رحتوا جبتوا لي كاموش اللي انا غير راضي عن الصفقه دي تماما، وشايف ان الصفقه دي لا تليق بالنادي الاهلي. شايف ان الصفقه دي ما ينفعش اصلا ان هي كانت تيجي، وان كان في صفقات افضل بكتير من كده. شايف كمان ان انتوا عندكم بطء في موضوع التجديد، يعني انتوا دلوقتي بتتكلموا في سقف الرواتب وانت عندك لعيبه بتاخد ملايين يمكن اكتر من اللي ديانج بيتكلم فيها، وفي الاخر جاي تتكلم ان انا دلوقتي ديانج اخره معايا 6 شهور علشان خاطر عندك سقف رواتب. طب منين بجد بيودع لفين؟ يعني منين انت في لعيبه لا تصلح تاخد ملايين، ولعيب انا بعتبره ان هو لعيب بالنسبه لي مهم جدا، لعيب اساسي في الفريق بتفشل انك انت يعني تجدد معاه. فده بالنسبه لي كان كلام طرق مع اداره طيب بكره بعد مباريات، بعد ما اسدل الستار على الجوله رقم 15 بهزيمه الزمالك امام انبي، والفرق دلوقتي بقى يعتبر 3 نقط ما بين الاهلي وبيراميدز والزمالك على الصداره. الاهلي زي ما قلت يكسب مبارياته، مش محتاج حاجه من حد، تكسب مبارياتك مش محتاج حاجه من حد. بكره هيكون في القرعه بتاعه الدوري المصري، وبالمناسبه طلع ميدو فضح التمثيليه بتاعه السنه اللي فاتت اللي كانت طبعا كلكم عارفين او كلكم فاكرين، المباراه بتاعه الاهلي والزمالك اللي الاهلي ما راحش فيها، واللي الاهلي كان طلب حكام اجانب، ولكن الزمالك بمساعده بيراميدز قرر ان هو ما يلعبش المباراه الا بحكام مصريين، وقال لك انا مش محتاج حكام اجانب. وميدو طلع فضح الكل النهارده وقال ان مفيش حاجه اسمها ذكاء اصطناعي، وان القرعه لما اتعملت انا كنت عارف كل تفاصيل القرعه، وكنت عارف موعد مباراه الاهلي والزمالك، وكنت عارف ان المباراه هتتلعب يوم 13 مارس، وكنت عارف قبل القرعه ما تتعمل باسبوع. الكلام ده في حد ذاته كلام كار. ازاي انت دلوقتي بتقول لي ان انا عندي قرعه هتتعمل بالذكاء الاصطناعي، وفي واحد طالع النهارده يكذبك يقول لك ان انا ما فيش حاجه اسمها قرعه بالذكاء الاصطناعي، وان انا كنت عارف ميعاد المباراه بتاعه الاهلي والزمالك، وكنت عارف ان ما كانش ده الميعاد بتاعها، وان كمان اتعدل الميعاد على 13 مارس. الكلام ده في حد ذاته ما ينفعش ان الكلام ده يعني يتسكت عليه. حسام البدري وتدريب النادي الاهلي، هل الكلام ده فعلا حقيقي؟ يعني هل فعلا حد اتكلم مع حسام البدري؟ قولا واحدا ما حدش اتكلم مع حسام البدري، ولكن هو من الاسماء فعلا المطروحه. يعني حسام البدري من الاسماء المطروحه ان هو فعلا يدرب النادي الاهلي، ولكن بعد علي ماهر. يعني لو في قرار ان فعلا المدرب يمشي الصبح، واللي بالمناسبه المدرب ده يعني لو حصل اي اخفاق في مباراتي الترجي، انا بقول لك المدرب ده بنسبه كبيره هيمشي، مش بغض النظر بقى هيدوا شرط جزائي، هيوصلوا معاه التسويه ايا كان، ولكن المدرب ده لو حصل اي اخفاق افريقي فالمدرب ده مش هيستنى لنهايه السنه ولا هيستنى لنهايه عقده او زي ما بيتقال. فلما تيجي تتكلم حسام البدري الوقت ده والمرحله اللي احنا فيها دي، انا شايف ان اصلح واحد للمرحله اللي احنا فيها دي علي ماهر، ومن بعده حسام البدري. وان كان عماد النحاس هيبقى في المرتبه، وان كان في المرحله اللي احنا فيها دلوقتي الكلام كله على انه هيضيفوا عنصر مصري، وانا بشوف ان الجهاز الفني دلوقتي لقياده النادي الاهلي محتاج عنصر مصري، محتاج محلل اداء تاني غير اللي موجود، لان انا شايف ان انا مفيش اي تحضير بيحصل للمباريات. بحس ان المدرب بينزل يتفاجئ، بحس ان المدرب فعلا بينزل يتفاجئ باللي بيحصل قدامه، بحس ان المدرب ما بيقراش المباراه. يعني انا ما بشوفش طرق بيعمل اي حاجه في بدايه المباراه ولا في اخر المباراه. في اخر كام مباراه من بعد يعني ما بشوفش ان المدرب ليه اي بصمه في الفريق، لا في جمله بتتعمل في ركنيات ولا عارفين نطلع بالكوره، واي فريق يروح عليك باثنين ثلاثه لعيبه يعني قادر انه يحرجك وقادر انه يجي. انا مش عارف هيفضل يعني العك ده لحد امتى. طرق في المحاضرات بتاعته جاب فيديوهات للعيبه وقعد يفرجهم عليها، لهم اتفضلوا انتوا مش بتغطوا، انتوا بتتمشوا في الملعب، وانا مش الكلام ده اللي انا قايله، وان ده ما ينفعش، وانا ما عنديش نجم في الفريق، واللعيب اللي مش هيأدي، اللعيب اللي مش هيرجع يدافع ملوش مكان عندي. ده حرفيا اللي اتقال من طرق. بتمنى يكون يعني الكلام يعطي ثماره، وبتمنى فعلا ان يحصل الكلام دوت، وبتمنى ان يعني ربنا يوفقنا ان شاء الله، والفرصه جات لنا لحد عندنا. الزمالك النهارده بيديك هديه، فبتمنى انك انت يعني تعمل بقى اللي عليك. بتمنى اللعيبه اللي كانت زعلانه عشان الخصم والكلام دوت مش زعلانين عشان هم مش متصدرين الدوري،
مش زعلانين على شويه الاخفاقات، مش زعلانين عشان الاخفاقات اللي حصلت، لا دول زعلانين علشان الخصومات. اللعيبه زعلانه عشان الفلوس. يعني انا مش شايف ده بصراحه، يعني كنت شايف ان الفلوس لوحدها مش كفايه. يعني انا بشوف ان اللاعب المقصر خلاص يطلع بره التشكيل خالص، ده يعني اجمل واسلم حل، وده فعلا الحل يعلم اللعيب الادب، انه يشوف اللعيبه زمايله بتنزل بتلعب بتأدي وهو قاعد بيتفرج عليهم. لكن الفلوس بالنسبه للعيبه دي، اللعيبه دي مش محتاجه فلوس، اللعيبه دي مليارديرات. اصل انت في الاول وفي الاخر انت هتخسر منه كام؟ يعني لما تيجي تحسب النسبه او تحسب الفلوس اللي هتتخسر منه، فتلاقي نفسك انك انت بتخسر منه ملاليم، ممكن يطلع يجيبها في الصحف، يطلع يجيبها في اعلان. فحته انك انت يعني تقول ان انت هتخسر منه الكلام دوت، الخصم لوحده مش كفايه، لازم يكون في تدخل فني من المدير الفني. اللاعب اللي ما يأديش اللي عليه، اللاعب اللي يشوف نفسه ان هو اكبر من الفريق، يركن على جنب كده ويطلع بره التشكيل النهائي ويدخل مكانه. حتى لو هتجيب واحد من الناشئين هيبقى عنده حميه وهيجري في الملعب وهيقدر يعمل اللي انت هتقول له عليه افضل من اللاعب اللي هو فاكر نفسه ان هو معلم، اللي هو فاكر نفسه ان هو اكبر واعلى من الفريق. حد على الفريق. النادي الاهلي هو النجم الاوحد، النادي الاهلي هو النجم الاوحد. عندنا في الاهلي مفيش معلمين، الاهلي طول عمره هو النجم. ما عندناش نجوم في الاهلي، نجوم كتير بطلوا ولسه برضه بتكسب بطولات وهنفضل نكسب بطولات. وحتى لو جينا اخر الموسم وفورنا الفريق ده هنجيب برضه لعيبه وهنكسب بطولات، والنادي هيفضل يكسب بطولات، لان النادي الاهلي هويته معروفه. لكن بالشكل اللي احنا شايفينه ده والعك اللي بيحصل ده والتخبط الاداري اللي بيحصل ده مش النادي الاهلي، ده مش النادي الاهلي. لابسين ترب، لبسنا قبله ريبيرو، لبسنا قبله كولر. بتتكلم في عقود جزائيه او شروط جزائيه ما يحطهاش غير واحد مختل، غير واحد لا يفقه شيء في القانون. بتتكلم او الجماهير كلها اتفاجئت ان عقد ترب هياخد عقده بالكامل. لا، لو انت ماضي معاه 3 سنين وهو مشي في اول شهرين من اول سنه هتديله 3 سنين. ريبيرو مشيته بقى زي ما مشيته. تروح تعمل يعني مش عارف بجد مين بيودي على فين، فتروح تعمل الغلطه اللي انت قررتها مره واثنين فتروح تكررها تاني. فبجد لنا الله، عايزين اصلاحات بجد، عايزين النادي الاهلي اللي احنا بنحبه، عايزين النادي الاهلي اللي احنا بنعشقه، عايزين النادي الاهلي اللي احنا بنشجعه. ولو انت وصلت معايا لحد دلوقتي بتمنى تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، ويا ريت ما تنساش اللايك. واشوفك على خير في فيديو جديد وحلقه جديده. وما تنسوش الدوري ان شاء الله هيكون اهلاوي، ولكن بشرط اللعيبه يكون عندها دم، واللعيبه تلعب من اجل التيشيرت، اللعيبه تلعب من اجل النادي الاهلي، مش من اجل الفلوس والشهره والسهرات والمعارض، وان هم يطلعوا يعملوا اعلانات ويشتروا فيلل وعربيات وموبايلات احسن موديلات. ربنا يرزق الجميع، ولكن زي ما انت بتاخد من نادي حقه عليك وحق جماهيره انك انت تديهم زي ما انت بتاخد، لان ما ينفعش بمنتهى البساطه انك طول الوقت تاخد وما تعملش اللي عليك. احنا مش عايزين معلمين في الاهلي، عايزين لعيبه بجد، عايزين لعيبه رجاله.